اهلا بيكم في الحلقة التاسعة والاخيرة من برنامج كواليس خفية سيزون 2. في شخص لا يقل اهمية عن بقية الاشخاص اللي بيبقوا موجودين في اللوكيشن. الشخص ده بيبقى عنده حاجات كتيرة قوي وزحمة كده وحاجات كتير جدا جدا جدا، وبعدين فجأة الحاجات دي بتتحول لعمل واحد. طبعا احنا بنتكلم على المونتير او الاديتور. 5 4 3 2 1 اكشن. طبعا الكلاكيت حاجة مهمة جدا 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 جدا. الكلاكيت ده وظيفته ان هو المونتير بيقدر يعرف ان هو المفروض يحط الصورة دي مع الصوت ده ازاي. خلينا نعرف كده بقى، احنا طبعا مش بنقعد نخبط كده في اللوكيشن يعني عشان نعمل دوشة وخلاص. الخبطة دي زي ما احنا بنشوف كده بتبقى عبارة عن ان لما المونتير بيشوف الشكل ده كده في الفيديو او في الصورة، بيقدر يعرف ان ده التوقيت ان هو هيبتدي يعمل حاجة اسمها سينك او سينكنورايز للصوت مع الصورة، لان هو شريط الصوت هو سامع ان في صوت خبطة بس ما بيبقاش شايف، لكن في الصورة هو شايف صورة بس برضه مش سامع صوت الخبطة. فبيقدر يحدد بقى ده اللي انا سامعه ده، والبيانات اللي مساعد المخرج قالها هنا دي هي نفس البيانات اللي هو شايفها في الصورة. ففي الحالة دي الكليب ده ليه علاقة بالاوديو فايل ده. طبعا الموضوع مش سهل قوي زي ما احنا بنحكيه كده وبياخد وقت، ولكن اللي بيحصل ان هو بيبقى فيه حاجة اسمها تايم لاين، دي بتبقى جوه برنامج المونتاج، بيبتدي المونتير بقى يرتب الشغل بتاعه عليها. طبعا في الشغل البروفيشنال بقى الكبير قوي في الافلام بقى والمسلسلات والكلام ده كله بيبقى في كذا واحد بيشتغل على العمل، يعني في مونتير بيجهز الصورة، وفي مهندس صوت بيعمل حاجة اسمها الميكساج اللي هو تركيب الصوت على الصورة، وبعد كده بيحصل حاجة اسمها كولورينج ان احنا بنبتدي نلون بقى الصورة دي. عشان كده انت دايما بتلاقي في افلام كده اللي هي الحلوة يعني او البروفيشنال الجديدة بتلاقيها ماشيه بباليتة الوان واحده، يعني بتلاقي مود التصوير كله ماشي زي بعضه بلون واحد، حتى لو ليل او نهار او ايا كان هو قاعد في حته داخليه او خارجيه بتلاقي المود كله واحد. في الحلقه السادسه احنا كنا اتكلمنا على ان احنا كنا بنصور على حاجه اسمها خام، اللي هو بيبقى مقاسه 35 مللي او 16 او 8 مللي. زمان كان المونتاج بيحصل برضو على الخام ده، وكان بيتم قص الخام اللي هو اتعمل، وبنقصقص بقى المشاهد اللي احنا عايزينها والشطات اللي احنا عايزينها عشان خاطر نبتدي نرتبها ونلزقها مع بعض عشان خاطر نعمل الفيلم النهائي بالشكل او بالترتيب اللي احنا كنا محتاجينه. دلوقتي الدنيا بقت اسهل كتير، خلاص الحاجات ديجيتال، فبتقدر ان انت تاخد الماتيريال على طول تدخله على برنامج المونتاج بسهولة. بس طبعا برضو مفيش حاجة بتبقى سهلة في المطلق، لان انت دلوقتي برضو يبقى فيه مساحات كبيرة وجيجات كتيرة، فبتحتاج برضو انك يبقى معاك جهاز قوي، بيبقى معاك بروسيسور قوي، يبقى معاك رامات قوية. يعني برضو كل حقبة زمنية بيبقى ليها العواقب بتاعتها، لكن اكيد اسهل من ان احنا كنا بنشتغل على الخام زمان. طبعا يعني ساعات بنلاقي مثلا في كذا مونتير مكتوب اسمهم او اسم شركة مثلا مكتوب في المونتاج، ده بيبقى لان بيبقى في ماتيريال كتير قوي بيبقى متصور ولازم بيتفلتر ولازم بيخش مرحلة الريندرينج وحاجات كتيرة قوي يعني بدون دخول بقى في تفاصيل عميقة يعني. فعشان كده بيبقى في كذا حد شغال في الحتة دي وكذا حد بيعمل عملية المونتاج ده. وبكده تكون حلقات برنامج كواليس خفية سيزون 2 خلصت. اتمنى اشوفكم ان شاء الله في برامج اخرى. كنت معاكم فؤاد الشربيني.